هل نحن قادرون على تقبل هذا الثمن؟ واش حنا قادرين؟ هذا هو السؤال. السؤال مهم يجب أن يطرح بغض النظر عن المشاعر التي خرجنا بها من هذه البطولة، من هذا النهائي. لكن السؤال الأهم لنا، لأننا ما كناش فقط نلعب في هذه البطولة، بل كنا ننظم البطولة، كنا نحتضن البطولة، ليست كبطولة عابرة، بل بطولة ربما افتتاحية استعدادية لبطولات أكبر وفعاليات أكبر. يجب علينا أن نعتقد أن كأس العالم المقبل سيمر بدون ثمن. الآن فقط جربنا الثمن الأول، هو ثمن الانفتاح على العالم. هكا كيكون. قبلنا قطر جربتها في كأس العالم الأخير عندما شن عليها الغرب حملة إعلامية شرسة، ربما نسيناها، دخلوا لجوجل غتشوفوا عناوين شرسة مؤذية جدا لها. ونحن كذلك على مستوى القارة تعرضنا لنفس الشيء. نعم، الواقع هو أن المغرب تعرض لحملة إعلامية ظالمة حقيقة، وكنقولها والله العظيم ربي شاهد علي حتى بحياد. أحيانا أحاول التفكير وأستطيع التفكير وكأنني إنسان غير مغربي، وكنشوف على أنه من الغريب جدا، من العجيب أن تتمنى رؤية صورة فشل في بلد ما كنتكلمش على المغرب، كنتكلم على أي بلد في العالم إلا الكيان، لأن الفشل أصلا صورة قبيحة، يعني مشهد قبيح. مثلا أنا شخصيا مثلا في الألعاب الأولمبية الأخيرة في فرنسا، وفرنسا تربطني معها علاقة شخصية حقيقة مرتبكة، ما نقولش أنا من كنت كنحماق على فرنسا، لكن لم أكن أتمنى إطلاقا أن تفشل مثلا في التنظيم، بل بالعكس كنت أنتظر بعد الاحتفال اللي كان ما عجبنيش إطلاقا، لكن كنت أنتظر الفعالية أن تنجح وأن تعرض أمامي الفرجة، لأن الأصل في الفعالية هي الفرجة. فبالتالي أستغرب جدا من يتلذذ أو ينتظر أو يخطط لرؤية مشهد فشل. حقيقة هذا غير مفهوم. لكن الواقع من جهة أخرى، نقول هذا أمر غير مقبول وغير عادل، لكن من جهة أخرى يجب علي أن نتقبل بأن العالم يسير بهذه الطريقة. لن نكون لا الأولين ولا آخر من سيتعرض لهذه الحملات. فالسؤال إذا اللي طرحته في البداية، وش حنا قادين على هذا الثمن؟ نحن مضطرون لطرحه، لأن الدولة اختارت هذا الطريق، اختارت أنها تنفتح، اختارت على استقبال شعوب العالم بدون تقريبا أي شروط. فبالتالي اللي كيدخل دارك راه جزء من الثمن هو أنه ممكن يوضك فوضى، ممكن يعايرك، ممكن يهينك، ممكن يقلل مما فعلت، ممكن أن يستهزئ بما فعلت، ممكن أن يستهزئ بكل ما بنيت له. الناس فاش كيدخلوا عندنا بحال شي عرس نظمناه في بيتنا أو حضرنا أفضل ما لدينا من أكل وفراش وكل شيء، والناس في النهاية ربما قد تسخر مما عرضت عليهم من مأكولات ومشروبات رغم أنهم ضيوفك. هذا واقع فردي وواقع كذلك دولي. الثمن الذي تؤديه لا يمكن أن تختاره، لا يمكن أن تحدد له حد أقصى، لأنك أنت ما اختارتيش موقعك لا الجغرافي ولا موقعك في العلاقات الدولية. أنت ترث هذه الأمور. موقعك الجغرافي وموقعك في العلاقات الدولية هو تقريبا هو موقعك في عائلتك. ما اختارتيش باك، ما اختارتيش امك، ما اختارتيش عمامك، ما اختارتيش خوالاتك، وتتعايش مع الوضع العائلي كما يجب عليك كدولة وكشعب أن تتعايش في وضعك القاري وعلى مستوى الجيران، على مستوى العلاقات مع الدول. ما عندنا ما نديرو. لكن من ناحية أخرى نبدأ بالتقبل ونبدأ بالتخطيط. كيف لنا أن نشن كذلك ربما حملة دفاع إعلامية تكون جيدة، تخطيط لتغطية إعلامية جيدة، التخطيط كذلك لمواجهة هذه الحملات، التخطيط كذلك بناء على الأخطاء التي ارتكبناها. من الأكيد أن ارتكبنا أخطاء في كأس أفريقيا، وربما هذه فكرة أصلا المؤسسات المكلفة أن تلحظ وأن أن ترصد الأخطاء، لأن نحن مش ملائكة، أكيد كانت شيء سوء تدبير في شيء ما، فيجب علينا البناء على أخطائنا والتخطيط للمستقبل. لكن قبل كل شيء على المستوى النفسي والشعبي يجب علينا أن نتقبل أن هذا هو الثمن الذي سندفع في كل مرة، وما يمكنش نتشرطوا على هذا الثمن وإلا نتراجع ونسد أبوابنا، وهذا ممكن وارد. ولكن للأسف أو لحسن الحظ الله أعلم، هذا ليس أنا ماشي اللي كنحكم البلاد تسير في ناحية الانفتاح. فبالتالي يجب علينا أن نتجاوز مسألة لا والله هادو غلطنا معاهم، هادو ما كانش خصنا نديرهم. راه ما عندك ما دير. مدرب مصري واحد غيتكلم في تصريح غيشعل أزمة دبلوماسية، ربما للأسف هذا هو الوضع. فأنت اللي ماشي في صالحك أن تشتعل الأزمة الدبلوماسية، لأنك أنت من يحتضن، أنت من ينظم، وما يمكنش تغير المدربين وتغير تصريحات على مزاجك، ما عندك ما دير. فبالتالي نفتح أبواب بلدنا، يجب أن نتقبل ذلك، أن نستعد للثمن، أننا سندفع الثمن، وهذا هو الثمن. طموح بشكل عام حتى على مستوى الأفراد، عندك طموح ستدفع الثمن، عندك طموح كدولة ستدفع الثمن. فبالتالي إن شاء الله يهدي الأنفس. احنا مع ذلك ندعي بالهداية للجميع، لسكان العالم كله، وإن شاء الله يكون الخير في الأيام القادمة. التنظيم كان ممتازا، يكون عندنا 7000 رأي معارض ربما للسياسة الأوضاع، لكن خصنا يجب أن نعلق على الأقل كصحافة على الحدث بمكاسبه وكذلك بأخطائه وكذا. الحقيقة على العموم كان ممتاز حقيقة. يبدو أن المغرب قادر فعلا احتضان فعالية دولية كبيرة على المستوى الرياضي. نتمنى أن ينجح مستقبلا، وكنتمنى كذلك أن هذا السؤال نطرحه على أنفسنا بشيء من الواقعية وكذلك النضج، وهذا صعب والله يستر.